et le caméraman Hicham Touati. يدخل منتخب الكاميرون مباراته الأولى في تصفية المونديال أمام مضيفه المنتخب الوطني الجزائري، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية قبل استقباله منتخب زامبيا في الجولة المقبلة. وخاضت العناصر الكاميرونية تربصا تحضيريا للمباراة انطلق في الثاني من الشهر الحالي، واستمر إلى غاية يوم الجمعة بمدينة مارسيليا الفرنسية. ورغم غياب نجم الفريق ولاعب مارسيليا الفرنسي كليرتون جي بسبب الإصابة، غير أن المدرب البلجيكي هيغو بغوس سيعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب تنشط في مختلف البطولات الأوروبية، يتقدمهم زميل بن طالب في نادي شالكة الألماني شيبو موتينغ. من جهة أخرى يواصل المدرب البلجيكي استبعاد حارس مرمى فريق مالاغا الإسباني إدريس كاميني من المنتخب لأسباب انضباطية. وما قد يساعد هيغو بغوس في هذه المباراة تجربته التي خاضها في البطولة الوطنية عندما درب ناديي نصر سنداي وشبيبة القبائل العام الماضي. بغوس الذي لم يلقى قرار تعيينه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الكاميروني ترحيبا من الشارع الكروي هناك، تبدو الفرصة مواتية أمامه لرد الاعتبار والعودة بنتيجة إيجابية من ميدان المرشح الأول للصعود للمونديال عن المجموعة الثانية. Le Cameroun, les Lions indomptables ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est vrai.